انت ازاي كده يا زمالك؟ انت ازاي قادر تعملها؟ ده طريقك عمره ما كان سالك، والمعجزة برضه مكملها. انت ازاي كده يا زمالك؟ انت ازاي قادر تعملها؟ ده طريقك عمره ما كان سالك، والمعجزة برضه مكملها. السلام عليكم متابعي قناه حدوته الزملكاويه في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد عمر. جاي النهارده نتكلم على ماتش الزمالك والبنك الاهلي. الزمالك هيلعب مع البنك الاهلي الساعه 8. البنك الاهلي طبعا عارفين كابتن ايمن رمادي ومدرب نادي البنك الاهلي، مدرب كبير، مدرب محترم، مدرب عنده شخصيه، مدرب بيلعب بيعتمد على اسلوب الاستحواذ وخروج بالكوره، مدرب هجومي، مش مدرب اللي هينزل هيدافعك وهيقفل قدامك. مدرب هينزل هيلعب قدامك كوره. اتمنى ان احنا كمان نلعب كوره ونقدم ماتش كويس ونكسب في الاخر. الزمالك محتاج الفوز جدا، فرقتين محتاجين الفوز. الزمالك تعادل الماتش الاول مع الاتحاد السكندري 0-0، والبنك الاهلي خسر اول ماتش من منتخب السويس 1-0. فالفرقتين نازلين برغبه كبيره ان هم يكسبوا اول ماتش ويحققوا اول 3 نقط. الزمالك محتاج الفوز اكتر، لان الزمالك لو لا قدر الله تعادل او خسر، الزمالك ممكن الفرقه تروح في نفق مظلم والشك يخش ما بين الجمهور ومجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه، وتبدا تحصل حاله من حالات التوتر في الفرقه احنا مش عايزينها طبعا. فيا ريت ان الجهاز الفني واللعيبه النهارده يبقوا مركزين جدا على اول فوز، ولازم نحقق اول انتصار النهارده، لان الزمالك مهما كان ومهما حصل من ازمات ومهما حصل من ظروف، يا جماعه تيشيرت بس بيلعب ولوحده بيكسب. يا جماعه لو قارنا فرقه الزمالك بمشاكله بازماته بكل حاجه، اكيد الزمالك اعلى من البنك الاهلي، اكيد الزمالك اعلى من تلات ارباع الفرق. يعني هو فعلا السكواد اللي ممكن يكون اعلى من الزمالك في الازمات وفي المشاكل ديت هيبقى بيراميدز والاهلي. لكن اي سكواد تاني الزمالك اعلى منه في مصر طبعا. مش هنضحك على نفسنا ومش هنقول كلام احنا بنقوله بس عشان نخف الواقع على الزمالك. لكن الزمالك عنده سكواد، الزمالك عنده عدي دباغ احسن مهاجم في مصر، الزمالك عنده محمد اسماعيل احسن مدافع في مصر، الزمالك عنده احمد فتوح احسن باك شمال في مصر، الزمالك عنده محمد شحاته واحد من احسن لعيبه خط النص في مصر، الزمالك عنده عبد الله السعيد احسن خط نص في تاريخ مصر، مش في مصر، في تاريخ الكره المصريه. عبد الله السعيد واحد من احسن اللعيبه. عندنا مشاكل مع عبد الله وازمه بسبب اللي هو بيعمله، ولازم يتحاسب ولازم يتعاقب على الكلام دوت. لكن عبد الله لعيب كبير، لازم نستفيد منه ونعتمد عليه. شيكوبانزا واحد من اسرع اللعيبه اللي موجوده في افريقيا تقريبا. تقدر تعتمد عليه ان انت تحطه مهاجم وتخلي الفرقه من وراه. لو انت ما عندكش اسلحه وما عندكش امكانيات ان انت تهاجم، انت تقدر تلعب بشيكوبانزا ده ان هو اللي يبقى مسؤول عن الهجوم، ومعاه واحد او اتنين يساعدوه مثلا زي عدي الدباغ مثلا، والفرقه بتقفل وبتدافع وبتلعب على المرتدات. محتاجين، بس مش عايز اتكلم عن مدرب بس، لكن احنا كنا محتاجين مدرب اجنبي يقدر ينفذ خطه وينفذ طريقه اسلوب لعب ثابت يقدر يحقق لك بيه فرص. طبعا ده مش موجود عند كابتن معتمد جمال، واحنا قلنا الكلام ده من قبل الماتش، بس ده مش وقته. كابتن معتمد جمال ليه كل الدعم طول ما هو على القياده الفنيه للجهاز الفني نادي الزمالك. فالزمالك النهارده تاني عنده ماتش مهم وماتش صعب. اتمنى ان احنا نقدر نحقق اول فوز، واتمنى ان احنا نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه. تشكيل متوقع، اتوقع ان كابتن معتمد جمال مش هيغير كتير في التشكيل. اتوقع ان هو يبدا بالمهدي سليمان زي الماتش اللي فات. خط الدفاع اعتقد هو عمر جابر، الونش، اسماعيل، بنتايج. نص الملعب محمد شحاته، آه، محمد شحاته، ادم كايد. اتوقع ان البديل يبقى محمد سيد بدل احمد فتوح، لان احمد فتوح في كلام ان في اصابه. اتوقع يلعب على الوينج الشمال بشيكوبانزا، على الوينج اليمين باحمد شريف ومهاجم عدي الدباغ. دي التغييرات اللي ممكن كابتن معتمد جمال يغيرها، ان هو يريح ناصر منسي شويه ويعتمد على عدي الدباغ ويلعب باحمد شريف وينج يمين، شيكوبانزا ينزل مكانه بوينج شمال. ممكن تلاقي احمد فتوح بيلعب في نص الملعب عادي، وتلاقي بنتايج بيلعب وينج وتلاقي شيكوبانزا بيلعب وينج يمين واحمد شريف بيلعب وينج شمال. التغييرات هتبقى بسيطه يعني، مش هيغير في الفرقه كلها. اتمنى بس ان احنا ننزل مركزين على الفوز، وننزل نلعب على لاخر دقيقه على الفوز، ما تريحش وما تستسهلش، لان البنك الاهلي فرقه رخمه وفرقه صعبه ومعاه مدرب قوي ومدرب تقيل برضه. البنك الاهلي طبعا لو هنتكلم، طبعا الخوف من البنك الاهلي طبعا كابتن ايمن رمادي مدرب تقيل جدا، لكن في بقى فرن عايش في البنك الاهلي لعيبه الزمالك السابقه.
عد معايا: احمد مدبولي، سيد عبد الله، نيمار، مصطفى شلبي، مين تاني، اسامه فيصل، مين تاني، لسه حد تاني انا مش فاكره، في حد تاني انا مش فاكره، بس دول اشهر اسامي يعني. مدبولي ومصطفى شلبي واسامه فيصل. في النور كمان لعيب، هو مش اكس زمالك، بس لعيب يتعمل حسابه يعني. طبعا اسامه فيصل مش موجود في الماتش عشان مصاب، هو محمود الجزار. عندنا في الزمالك عبد الله السعيد مش موجود، خوان الفينا مش موجود، في كلام على شيكوبنزا موجود او مش موجود، في كلام على حسام اشرف، في كلام على محمود جهاد هل متاح ولا مش متاح. لكن الزمالك باي حد تاني، ارجع اقول الجمله اللي كنت بقولها دايما طول السنه اللي فاتت: الزمالك بالتيشيرت بس يكسب، الزمالك بالشعار اللي موجود على التيشيرت ينزل يلعب قدام اي حد ويكسب. يا جماعه احنا كنا في ازمات اصعب من كده بكتير وعدينا منها وطلعنا منها ببطولات وبانجازات كويسه جدا. فاتمنى من الكابتن معتمد جمال ومن اللعيبه ان هم يلعبوا باسم وتاريخ وشخصيه نادي الزمالك، وباذن الله نحقق الفوز في اخر الماتش ونطلع نحتفل بعد الماتش باذن الله. حابب اتكلم بس ان كان في مسابقه توقعات معموله لماتش الزمالك والاتحاد السكندري. هتلاقوا المسابقه عندي على الصفحه الشخصيه، في اتنين كسبوا، اساميهم هتطلع فوق هنا. الاتنين دول يا ريت تتواصلوا معايا يا شباب عشان تستلموا جايزتكم. وفي مسابقة تانية برضو هحطها لكم فوق هنا، برضو فوق دماغي على طول هنا. هتلاقوا فيها دي مسابقة توقعات خاصة بماتش البنك الأهلي. آخر ميعاد التوقعات قبل الماتش بساعة، الساعة 7 بالليل. يا ريت أي حد يخش يتوقع بس يكون عامل الشروط. صدقني هتلاقيني بعد الماتش في فيديو كده بكلمك وبقول لك إن أنت كسبت ومبروك، وتواصل معايا عشان تستلم جايزتك. ليه أنا بقول هنا على اليوتيوب؟ لأن أنا كاتب في البوست إن من شروط المسابقة إن الاشتراك في قناة اليوتيوب، فالاعلان عن الفايز بيكون على فيديو اليوتيوب على القناه. عشان اللي مش متابع القناه مش هيكسب. فانت عشان تعرف ان انت كسبت لازم تكون متابع القناه ولازم تكون بتتفرج على الفيديوهات عشان تتفرج على الفيديو وتشوف ان انت كسبان ولا مش كسبان. ده كل اللي كان عندي النهارده بخصوص ماتش الزمالك والبنك الاهلي، وهنتكلم طبعا اكتر عن الماتش بالليل بعد الماتش باذن الله. وكنت حابب ان انا اتكلم معاكم عن مسابقه التوقعات تاني. الاثنين اللي كسبوا فوقيه دلوقتي اهم، مبروك. يا ريت تتواصلوا معايا وباذن الله مزيد من الناس تكسب في المسابقات الجايه. احنا هنعمل مسابقات كل ماتش للزمالك. انا زملكاوي، هبقى المسابقات هتبقى على ماتشات الزمالك بس، مش هعمل مسابقات على ماتشات تانية. في برضه مسابقات فانتازي، هتلاقوا القناه الخاصه بمسابقات الفانتازي هتلاقوها على الفيس. هي قناه واتساب هتلاقوها على الفيس عندي على الصفحه الشخصيه. قناه واتساب اللي برضه اللي حابب يشترك. بنعمل ماتشات، بنعمل دوريات فانتازي. في دوري هيد تو هيد وفي دوري كلاسيك. الدوري الكلاسيك الاول على الدوري هيكسب جايزه قيمه جدا، والتاني والتالت هيكسبوا برضه. والاعلى ريكورد في كل اسبوع بيكسب مكافاه 100 جنيه فودافون كاش. فخش دلوقتي انضم لل للفانتازي. هكتب لك برضو كود الفانتازي هنا. وده كل اللي عندي بخصوص حلقة النهاردة، ونتقابل ان شاء الله على خير بعد ماتش الزمالك، بس باذن الله يكون الزمالك كسبان. كان معاكم محمد عمر من قناة حدوث الزملكاوية. سلام. هو انت ازاي كده يا زمالك؟